السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، هو يعني ايه من عادة اي حد ان هو ما ياخدش مجهود حد في اي حاجة، بس انا والله ما باخد مجهود حد ولا حاجة. انا بقلب كده بظروفها فلقيت المقطع الشورتس ده، فهبلني بصراحة. اكتر من مقطع بقلب لقيت فيه يعني على مدار الاسبوع اللي فات ده حوالي 5 6 حالات سمعتهم في اسبوع، ودي حاجة تكون شبه مستحيلة في اختطاف بالذات. والنهاردة في ساعتين 2 حالة، ودي الحالة التانية. الحالة اللي فاتت انا غلطت والله، دلوقتي حالا انا غلطت ان انا ما عملتش فيها كده، بس يلا النصيب. شوفوا كده، اتفرجوا معايا الاول. أحسن أحسن تصطلوها تصطلوها بالكلب تصطلوها مش عايزين يخرجوا من العربية مش عايزين هيموتوا وأنا هيموت حد ياخد هيموتوا وانا هيموتوا. المفروض ان دول في وسط الناس دي كلها لا يمشوا ولا العربية تمشي ولا اي حد يمشي، العربية دي تتولع فيها. يعني انا مش بحرض على العنف ولا على الكراهية، بس انا لما شفت الفيديو للاخر بصراحة يعني الفيديو ده ولد عندي غل وغضب ورغبة في الانتقام اكتر من اهل الطفل اللي مخطوف، ممكن يعني اكتر من اهل الطفل. آه مش عارف اقول ايه والله. شوفوا بس كده اللي سايق ده، هم قافلين الباب عليهم مش عارفين ينزلوا كده. شوفوا اللي سايق ده هيقول ايه دلوقتي، يعني كلمته جميلة جدا. العربية من يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب سمعتوا هو بيقول ايه دلوقتي؟ بيقول العربية وبيسب الدين. تمام. انت في حد له عين في موقف زي ده يا راجل يقول العربية؟ عربية ايه؟ طب والطفل؟ انت اصلا انت بتسب الدين للناس اللي هي اصلا بتحاول تعمل حاجة صح، او بتحاول ما يعني ايه، ما يضيعش الموضوع بالنسبة لهم في الفاضي وحق الطفل ده يروح في الفاضي، فبيحاولوا يوقفوك بكل قوة. فانت بتقول لهم ايه؟ انا بقى نفسي اعرف انت ملتك ايه، ديانتك ايه. يعني انت بتقول لهم كده وبتتكلم عن العربية. طب والطفل؟ نكمل. العربية الأول يسب وبعد كده العربية أولى، العربية أولى، العربية أولى. في عربية قدامه هي اللي منعاه، مش عارف يتحرك منها، عربية نص نقل سواق محترم موقفه مش عارف يعدي منها. بص هو بيقول ايه؟ بيقول العربية. أنا بس هرد عليه بكلمة واحدة، وشك للحيطة وانت عارف ايه اللي ليا.